في حارة هادية من أحياء القاهرة القديمة، كان عم سامي موظف حكومي بسيط بيشتغل من 8 الصبح لحد 3 العصر، ومراته أم حسام بتشتغل خياطة من البيت عشان يساعدوا بعض في مصاريف العيال. عندهم ولدين في المدرسة، حسام في أولى ثانوي ومحمود في 5 ابتدائي. كان أول الشهر يجي ومعاه المرتب، بس ما يلحقش يدخل البيت، يدوب يدخل على الإيجار، فاتورة الكهرباء، فاتورة المياه، وعبوة الزيت اللي كانت ب20 بقت ب60 جنيه. الدنيا غليت والأسعار مولعة، والدروس الخصوصية بقت لازم عشان المدرسة ما فيهاش تعليم. المدرس يقول اللي عاوز يفهم يشوفني بعد المدرسة في السنتر. أم حسام كانت بتكوي هدوم الجيران وتخيط ملايات عشان تجيب ثمن كراسة لحسام، وحسام نفسه كان حزين بيبص لزمايله اللي معهم موبايلات حديثة وهو لسه على تليفون أبو زرار. في مرة قعدت العائلة كلها على العشاء، أكل بسيط من عدس وعيش، وقال عم سامي: إحنا مش ناقصنا أكل يا ولاد، إحنا ناقصنا راحة نفسية. ردت أم حسام: والنفس ضيق علينا من كتر القلق والمصاريف. في يوم عم سامي راح المستشفى من الضغط العالي، والأطباء قالوا ده من الهم والضغط النفسي. رجع بيته حزين وقال لمراته: أنا تعبت، البلد دي بقت تاكل فينا حتة حتة، لا مرتب بيكفي ولا مستقبل مضمون لولادنا. العيال بدأوا يحسوا. وحسام قال لأمه: مش لازم درس الإنجليزي يا ماما، أنا هحاول أذاكر من اليوتيوب. بكت أم حسام وقالت: إحنا كبرنا بدروس الحياة، وانتوا لازم تكبروا بالعقل والنية الطيبة. وفي وسط كل التعب كانوا بيضحكوا أحياناً على مواقف بسيطة، بيضحكوا عشان يهربوا من همهم، بس الحقيقة إن الضحكة بقت قليلة والهم كتير. الناس حواليهم نفس الحال. جارتهم مدام النادية باعت ذهبها عشان تدفع مصاريف الجامعة لابنها، والبواب عم عبده ابنه تعب ومش لاقي دواء. الخناقات بقت في كل شارع، على أولوية طابور أو مكان ركنة أو حتى على كيلو طماطم. الكل مضغوط، الكل تعبان، الكل بيصارع عشان يعيش. وفي الآخر قال عم سامي جملة خلت كل اللي في البيت يسكتوا: الدنيا دي بقت مدرسة صعبة بس بدون معلم، وإحنا الطلبة اللي بنمتحن كل يوم.